جالي سؤال امبارح من احد المتابعين. واحد قال لي: انا عندي غنم بس عايز اعرف اسوقهم ازاي، ومحدش بيتكلم في الموضوع ده كتير، فانا عايز حد يتكلم فيه. قلت له فعلا الموضوع ده يمكن من اهم المواضيع اللي الناس قبل ما تبدأ لازم تفكر فيه الاول. ما ينفعش ان انا اروح ابدأ كده وخلاص، او اقول انا هجيب شوية غنم او اجيب شوية عجول وخلاص. لازم حضرتك تعرف انت هتسوق ازاي او هتسوق فين قبل ما تجيب، عشان خاطر ده اللي بيترتب عليه نجاح المشروع. فان شاء الله هنتكلم عن الموضوع ده النهاردة. في الاول كده خليني اعرفكم بنفسي. معاكم اخوكم اسلام عبد الرؤوف، مربي، ودي قناتكم قناة المزرعة. وفي الاول وفي الاخر احنا بنتعلم من بعض وكلنا بنفيد بعض، وانا ماليش دعوه بحد وماليش دعوه بشغل حد. انا بحكي لكم اللي بيحصل معايا وبحكي لكم تجاربي اللي انا بنفذها من ارض الواقع. ما بقولش حاجه انا ما بعملهاش، اللي انا بعمله بعرضه لحضراتكم وبعرضه عملي. يعني ادي الغنم ورايا وادي العجول، اللي انا بعمله معاكم اول باول. خلينا نتكلم الاول عن التسويق. في المجمل كده يعني ايه تسويق؟ تسويق يعني انا عندي بضاعة وعايز ابيعها، او عايز اسوقها، او عايز الناس تعرف اللي انا عندي بضاعة. طب هعمل ايه؟ في الاول كده عندنا كذا طريقة للتسويق. طبعا الطريقة اللي الناس كلها عارفاها السوق، اللي حضرتك تاخد بضاعتك وتنزل بيها السوق. طبعا الطريقة ديت وانا واحد من الناس ما بحبهاش وما بفضلهاش. طبعا انت بتنزل السوق، ممكن هناك التجار تعمل عليك رباطية إلا من رحم ربي يعني. ده يجي يبخس لك بحاجتك الأرض، لو هي مثلا ب10 تلاف، واحد يجي يقول لك 7، ويجي التاني ورا منه يقول لك 7.5، عشان يجي التالت ياخدها ب8. وهم كلهم تبع بعض وكلهم عاملين رباطية على بعض إلا من رحم ربي. كل حاجة فيها الصالح وفيها الطالح. دي طريقة من الطرق. طبعا عندنا طريقة تانية، اللي انت مثلا تشوف تاجر يجي عندك مكانك او يجي مزرعتك، او يجي او يجي عندك كده. طبعا الطريقة ديت يعني تعتبر اسود من السوق. ازاي؟ اللي بيجي لك مكانك ده بيحس اللي انت لاقي الحاجة، او الحاجة ديت انت مش تعبان فيها، او الحاجة ديت انت سارقها. هو بيجي يتعامل معاك على اساس كده. الا من رحم ربي برضه، عشان ما فيش حد يزعل مني، في كده وفي كده، بس الاغلبيه زي انا ما بقول لحضرتك كده، لان انا جربت ونزلت السوق وجبت ناس لحد هنا. عندنا دي طريقه من الطرق. ومعانا ايه تاني؟ معانا بقى حضرتك المفروض تسوق لنفسك. اسوق لنفسي ازاي؟ يعني انا مثلا مربي شويه خرفان، او مربي شويه خرفان تسمين. حضرتك قبل ما تسوق اصلا لازم تعرف انت جايب الخرفان دي امتى وهتطلعها امتى. يعني انا مثلا ما اروحش اجيب 20 خروف او 30 خروف او 15 خروف وانا لسه مبتدئ، واروح واقول واقول انا جبتهم ولما يكبروا براحتهم هبقى ابيعهم. طب انت عارف انت هتبيعهم امتى؟ طب انت عارف انت هتطلعهم في موسم ايه؟ هل انت مثلا حسبت لهم كذا شهر هيطلعوا فيه يقوموا لما يطلعوا انا هعرف ابيعهم؟ لازم حضرتك تبقى عارف انت هتطلع امتى. غير طبعا اللي شغال طول السنة ده بيبقى ليه زباينه وليه اللي هيعمل عقيقة، ليه كذا كذا، فهو شغال طول السنة فمش فارقة معاه. لكن انت حضرتك لو لسه مبتدئ ما ينفعش تشتغل بالطريقة ده وبالاسلوب دي. اشتغل مواسم بقى. لو حضرتك لسه مبتدئ تشتغل موسم. عندنا مثلا موسم العيد الكبير، ده يعتبر افضل موسم في السنة في موضوع الخرفان. طبعا رمضان ما بيبقاش قد كده بس شغال برضه. معانا مولد النبي برضه، طبعا ما بيبقاش قد كده بس شغال. دي مواسم حضرتك تشتغل فيه. طب انا بقى لو مثلا عايز اعمل لنفسي سمعة، الاول خالص حضرتك لازم جودة شغلك تبقى محترمة وتبقى كويسة. جودة شغلك هي اللي هتخلي اللي ياخد منك مرة، سواء تاجر او سواء مربي او سواء اي حاجة، لما ترن عليه تاني او يجيلك تاني عارف حاجتك ديت معلوفة ايه، عارف حاجتك ديت كويسة، عارف حاجتك لحمتك نسبة التصافي عندك عالية. فلا انت لما تظبط شغلك، حتى لو تعبت شويه او عانيت شويه في الاول، بس بعد كده اللي يجربك مره ان شاء الله هيجيلك ويجيب معاه ناس كمان تاخد، سواء في موسم او سواء تاجر او سواء اي حاجه. ليه؟ لان اللي واخد ده هو عايز حاجه كويسه وعايز حته لحمه ما فيهاش دهون، وسواء التاجر عايز حاجه لما يذبحها تصفي معاه ويبيعها. فانت اللي اهم من ده كله تظبط شغلك في الاول.
طيب انا ظبطت شغلي وعندي بضاعة كويسة وده كله، حضرتك ممكن تعمل لنفسك صفحة على النت، سواء على الفيس او سواء على اليوتيوب او سواء على اي مكان. طبعا الصفحة ديت مش يوم ما اعملها ولا بعد شهر ولا بعد اسبوع اول ما انزل عليها حاجة هتتباع، طبعا مفيش الكلام ده. حضرتك لازم تعمل لنفسك سمعة الاول، لازم انت تصور من مكانك. وعلى فكرة مش لازم يكون عندك قطيع عشان تبدأ الموضوع ده، عادي ممكن بعجل او عجلين او خروف او خروفين تعمل لنفسك سمعة واحدة واحدة. تصور انا استقبلت الخروف ازاي، انا حصنت الخروف ايه، انا بعمل بوكله ايه. دي كلها حاجات هتخلي في ثقة بينك وبين الناس. وطبعا لازم تكون في الاول وفي الاخر لازم تكون امين، امين في شغلك، امين في كلامك. الكلمة اللي تطلع منك ديت في ناس ما تعرفش، في ناس هتاخدها تطبقها. فلازم حضرتك تكون امين في كلامك عشان خاطر ما فيش حد يروح يعمل حاجة ويجي يخسر او يجي يحصل حاجة ولا حاجة تموت عنده لا قدر الله فيجي يدعي عليك. لا احنا مش عايزين كده. انت حضرتك بتعرض الحاجة، انا بقول انا بعملها ايه وبعملها كذا كذا، وانا ماليش دعوة بشغل حد وماليش دعوة بشغل غيري. وزي ما بتعمل بما يرضي الله تقول، لو مش زي ما هتعمل ما تقولش، عشان خاطر في ناس بتسمع ما تعرفش. مش كل اللي بيسمعك فاهم، مش كل اللي بيسمعك مربي. في ناس ما تعرفش وممكن تاخد كلمتك دي تمسك فيها وتعمل بيها. فلازم حضرتك في الاول وفي الاخر تكون زي ما قلنا تكون امين. الصفحة دي طبعا زي ما قلنا هتخلي ليك سمعة، هتخلي ليك اسم، هتخلي ليك كذا. فديت مش هتنعمل في يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، دي هتبقى مع مرور الوقت. مع مرور الوقت لما يبقى عندك حاجة هتعرضها، هتعرض لحمتك لما تدي لتاجر لحمتك او تدي لزبون لحمتك تقول له بعد اذنك صور لي لحمتي او اعمل لي لحمتي، فهتنزلها على صفحتك برضه. فدي طريقة من طرق التسويق. يبقى قلنا عندنا كده في الاول السوق، وعندنا كده التاجر يجي لك مزرعتك او المشتري يجي لك مزرعتك، وعندنا في الاخر اللي انت تسوق حاجتك انت بنفسك، اللي انت تسوقها بنفسك سواء على النت او سواء اللي انت تروج لحاجتك. دي كانت حاجات من طرق ايه، من طرق التسويق. وانا هحكي لكم بقى اللي حصل معايا في موضوع التسويق ده. كان عندي قبل العيد حوالي 7 خرفان و3 عجول علف. فالتلات عجول علف دولت طبعا انا كنت عالفهم واقفين على العلف بقالهم 6 شهور، ودريس حجازي ما بين الوجبات ووجبة دريس بالليل. طبعا كنت مكلف عليهم وصارف عليهم، كانت العجول طالعة ما شاء الله عليه. فجبت تاجر، تعالى يا عم خد العجول. كان الكيلو ساعتها السعر ماشي ساعتها 180 185، لقيته بيقول لي 165 و170. يا عم ازاي الكلام؟ يقول لي السوق نايم ومش نايم ومش عارف ايه. جبت واحد تاني 170 172 مش عارف ايه. فلقيتهم بيبخسوا لي بحاجة الارض. الخرفان برضو لقيتهم بيبخسوا لي بقى الارض. فانا الحاجة انا تعبان فيها، والحاجة انا صارف عليها، والحاجة انا مكلف عليها، وانا عارف ان الحاجة ديت هتطلع كويسة، وعارف جودة اللحم بتاعتي هتبقى عاملة ازاي. يعني سواء هو تاجر خده او سواء هو زبون خده، هيصفي معاه وهيطلع معاه لحمه وحته لحمه حمراء، واحنا شغلنا برضو منزلينه ولحمتنا منزلينها على صفحتنا والكلام ده كله. انا عارف حاجتي هتطلع عامله ازاي، حاجتي متحصنه، حاجتي ما فيهاش الحاجه صارفه عليا. فعشان كده انا مش عايز اخسر فيه او هزعل لما ابيعها بخساره. الخرفان برضو تعالى يا عم خد الخرفان. اصل الخرفان ديت مش عارف ايه ملهاش قرون، اصل الخرفان ديت ملهاش ودان، اصل الخرفان ديت ما مش عارف ايه. شغل كده، شغل كيد وشغل ملوش لازمه وشغل كله. فانا قلت والله انا لا اطلع من تحت درسوك، وبدات اعمل صفحه لنفسي. بدات اعمل صفحه لنفسي واسوق شغلي واعرض شغلي. هل انا اول ما سوقت بعت وكذا؟ لا، مثلا بعت الخرفان، بعت العجلين التانيين برضو اضطريت ان انا اديتها. ليه؟ لان انا لسه بادئ، لسه عامل صفحه، لسه محدش يعرفني، لسه ماليش اسم. فطبعا مع المصداقيه ومع الامان ومع الواحد حاجته حلوه، طبعا الحاجات دي كلها مع مرور الوقت لما الواحد برضو يدي الناس نصايح ويدي الناس معلومات ويتعلم منهم وهم يتعلموا منه، ونتعلم من تجارب بعض ومن حاجات بعض، دي كلها حاجات هتفيدني انا وهتفيد اللي بيتفرج عليا. ولما يبقى هو محتاج حاجة اللي هو وثق فيا وخلاص، ده هيرن عليا، يا عم اسلام عندك كذا؟ اه والله عندي. طب الحاجة دي عاملة كذا. هو عارف حاجة اسلام طالعة عاملة ازاي، هو عارف الحاجة اللي طالعة من عند اسلام طالعة متحصنة، حاجة طالعة شبعانة، حاجة طالعة واخدة ديدان، حاجة ما فيهاش، مش هيلاقي فيها بقى عيب.
حتى لو غالية شوية، يعني ممكن تكون مثلا غالية عن الحاجة التانية 1500 حسب الحاجة، بس أنا عارف واخد حاجة ما تكدنيش، واخد حاجة ما تقفلنيش من الموضوع أو المشروع. وبالنسبة لموضوع التسويق برضو يا جماعة، يعني مثلا لازم تجيب النوع اللي ماشي عند حضرتك في المكان. يعني أنا مثلا اللي يمكن وقف عندي الخرفان اللي انا كنت بحكي على اللي حضراتكم عليها من شويه دلوقتي، كان فيهم مثلا خرفان من غير قرون، كانت خرفان صعيدي. هل الخرفان الصعيدي وحشه؟ الخرفان الصعيدي زي العسل، ولحمتها زي العسل، وما بتشيلش دهون، وليتها مش كبير. بس المكان اللي انا موجود فيه او المحافظه اللي انا موجود فيها مش متعارفه عليه، ما بتحبش الحاجه اللي من غير قرون. هي مش عارفاها، هي مفكره ده عيب ولا مفكره ده حاجه. فطبعا لازم تجيب النوع او الصنف اللي ماشي عند حضرتك، عشان لما تيجي تبيعه محدش يرضيك ومحدش يكيد. فدي كانت حاجات التسويق. ولو انت عندك اي استفسار او اي معلومة، انا تحت امرك ومستنيك تكلمني، ما تترددش في اي وقت. الناس كلها بتكلمني وانا ما بقصرش مع حد وبرد عليه. وفي الاخر ما تنساش تشترك في القناة، ما تنساش تدعمنا بلايك، ومتشكر جدا ليكو، والله يصلح حالنا وحالكو وحال كل الناس، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. سلام عليكم.